قاعدة أن اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر، أليس كذلك؟ ما يقدرش واحد إلا أصولي مغرور يقول لا، أنا أعتقد أن اجتهاد إمامي الإمام الأعظم أبي حنيفة مثلا هو الحق في هذه المسألة، واجتهاد سائر الأئمة ممن غبر خاطئ غالط، نقول له أنت مغرور. إمامك لم يكن بهذه المثابة، لم يعطي نفسه هذه الصلاحية، لم يخول نفسه بغرور هذه الصلاحية، وكان يقول لعل اجتهادي هو الغلط الذي لا ريب فيه. ماذا يقول؟ أنا اجتهد يغلب على ظني عند نفسي، وأنا لست إلها أحاط بكل شيء علما، أنا بشر يتطور لي علم. ولذلك كان يقول لأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الكليني، يقول له يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول، فإنما أنا بشر أخطأ، أجتهد فأخطئ وأصيب، وربما ذهبت في يوم هذا إلى قول عدت عنه غدا، وربما ذهبت في غد إلى قول عدت عنه بعد غد، فلا تكتب عني كل ما أقول. كان يغضب، تجعلني مشرعا كأنني مشرع، كأنني رسول، أنا أخطئ وأصيب أنا. بالمناسبة كل الأئمة الكبار الأماثل رضوان الله عليهم وروح الله أرواحهم صدروا عن مثل هذا المنطق، صدروا وأفرغوا عن مثل هذا المنطق، وقرروا وشيدوا أسس هذا المعنى كلهم. الإمام الفلاني صاحب إيقاظ همم أولي الأبصار إلى اتباع سيد المهاجرين والأمصار وشجب العصبية المستشرية بالديار، كتاب يعني عنوانه 3 أسطر، كتاب لطيف ماتع، كله يقوم أيها الإخوة على شرح هذا المعنى وتنويره وتضويئه. يؤكد الرجل بعشرات النقول الدقيقة الصحيحة أن هذا كان هو المزاج العلمي الذي طبع الأئمة المجتهدين كلهم من عند آخرهم. ما رأيكم؟ كلهم هكذا كانوا. وهنا يثور سؤال، ما بال مسار الفقه الإسلامي، مسار الاجتهاد الإسلامي لم يتجدد فيه مذاهب جديدة بعد الأئمة المتبوعين المعروفين، هم مش 4 فقط، لا، هذول مشاهير أئمة أهل السنة. وإلا في عندنا الإمام زيد يتبعه الزيدية اليوم في اليمن، عندنا الإمام عبد الله بن إباض يتبعه الإباضية في عمان وأماكن الإباضية الأخرى في الشمال الأفريقي، لدينا الإمام جعفر الصادق يتبعه الإمامية الاثنا عشرية في أماكن كثيرة في العالم. هذه مذاهب الآن معمول بها وموجودة. وطبعا لدينا مذاهب دارسة منقرضة كثيرة جدا، كثيرة جدا. ما بال هذه المذاهب فقط هي التي بقى ولم يتجدد اجتهاد، مع أن العقل يقضي بوجوب وسائغية وسهولة تجدد مدارس اجتهادية جديدة. ما رأيكم؟ مش لأنه أبو حنيفة والصادق وزيد كانوا أذكى البشر، هم من أذكى البشر بلا شك، لكن مش شرط أبدا. قد يحدث الله في الأتباع، قد يحدث الله في الأمة اليوم من هو أذكى من 3 من 4 أئمة سوية، الله يعطيه عبقري، عادي موجود هذا في الأمة يا أخي، موجود في الشرق والغرب على فكرة، في الشرق والغرب، في عباقرة متأخرين بذلوا المتقدمين بمراحل في عبقريتهم وذكائهم الخارق. ليه أمة محمد تحرم من هذا؟ يعني مش محرومة. وعلى فكرة العلم الذي توفر للأئمة في أعصارهم توفر أمثال أمثاله وأضعاف أضعافه لأتباعهم، لأن العلم في زمانهم لم يكن مجموعا. أبو حنيفة كل مسانيد أبي حنيفة التي جمعت على كم حديث احتوت، كم حديثا احتوت أيها الإخوة؟ يبقى في النهاية عدد منزور جدا. نفس الشيء مسند الشافعي، كل حديث الشافعي في كتاب الأم، وفي حتى كتاب البيهقي، في سنن البيهقي أيضا محدودة ومعدودة، لكن توفر للخالفين للاحقين أيها الإخوة ما توفر للسابقين جميعا، أحاديث هذا وهذا 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 وهذا. بعدين عاد يجينا على زمن الأئمة المحدثين العظام، البخاري ومسلم طبعا والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأمثال هؤلاء، كل هذا متوفر. علم أصول الفقه أيها الإخوة، علم أصول الفقه لم تحرر قواعده بشكل علمي ممنهج منظم دقيق في البداية أبدا، بدأ علما فطيرا وليدا يحبو حبوا، ولكنه بعد ذلك اشتد عوده ورسخت قدمه وبسقت أغصانه وتعالت فروعه وأثمر أثمارا مباركة طيبة، وتوفر في مصنفات مقارنة بين طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف، وهذا متوفر للخالفين، كل شيء متوفر.
اللغة جمعت بعد ذلك في معجمات ولم تكن مجموعة، الأشعار، أشياء كثيرة كلها توفر كل أسباب وأدوات الاجتهاد من قريب لمن أراد الاجتهاد وكانت لديه الملكة competence، يعني القدرة، اللياقة. لكن ما في عندنا مدارس جديدة، ما في، خلاص انتهينا. تعرفون لماذا؟ مش لأن الأمة كما قلت فقدت العبقرية، فقدت النبوغ، لم تعد الأمهات يلدن العباقرة والنبغاء والنابهين والألباء، لا لا لا، العصبية أيها الإخوة والإنغلاقية، العصبية والإنغلاقية، يعني مسهم مس من الأصولية المعاصرة. وبدأنا نلاحظ أن بعض الخلفاء، يعني الخالفين، بعض التابعين، بعض المحدثين من أتباع المذاهب الأربعة ينطق أيها الإخوة بلسان كان أكثر من سيكفر به لو سمعه إمامه، ويقول له تبا لك ولهذا المنطق، أجعلتني شريكا لله في الشرع؟ ما هذا المنطق؟ شيء غريب، حتى أنهم صاروا يبدون قول الإمام على قول الرسول. يقول لك هذا قول الإمام ثبت عنه وهذا صح عن رسول الله. طيب أنت بحسب قواعدك الأصولية هذا الصحيح له اعتباره، له أولويته. قال لك لا، يجب أن نؤول، يجب أن نعبث، أن نلعب، أن نحكم بالنسخ على النص ولا نحكم بمثل هذا على الإمام، لأن الإمام انتهى إلى علمه واجتهاده والكلام الإنشائي الفارغ هذا. طب لماذا لم ينتهي مثل هذا إلى أخيه الإمام الآخر أو الثالث أو الرابع أو الخامس؟ هو ليس مجتهد الدنيا بإطلاق. وهكذا العصبية والانغلاق في الحقيقة كان أكثر الأسباب تأثيرا بعد العصبية والانغلاق أيها الإخوة المأسسة، حين جاءت الدولة، النظام، ومأسس هذا الاجتهاد الحر الطريق، مأسسه وربط أرزاق الناس والاعتبارات الاجتماعية به. وهذا هو الجواب الذي أفاده الإمام المجتهد الكبير التقي السبكي، أبو الحسن التقي السبكي، والإمام الجليل ولعله حكاه عن أبو الحجاج المزي رحمة الله تعالى عليهما رحمة واسعة. أشار إلى أن سلاطين المماليك حين قرروا أن يجعلوا لكل مذهب أيها الإخوة قاضيا ولكل مذهب مفتيا يتكلم باسمه، وبعد ذلك ابتدعت وافتجرت بدعة المحاريب الأربعة في المساجد. الحمد لله جيلنا نحن لم ندرك هذه البدعة اللعينة الشنعاء، لكن أجيال أجدادنا أدركوها في مساجد الشام ومصر كذا. أبدا، في كل مسجد 4 محاريب، وكل صلاة تقام 4 مرات. الحنفي لا يصلي إلا خلف حنفي، والشافعي وراء الشافعي، والمالكي والحنبلي هلم جرة. شيء عجيب، قسموا الأمة في بيت واحد لله، في كل مسجد الأمة مقسمة. كيف لو كان لدينا 14 مذهبا؟ إذن 14 محراب، يعني كل حزب بما لديهم فرحون. لعنة حاقت بالأمة، جمود ومسمى الأصولية، نحن وبس، إحنا وبس. لا، مش هيك، الإسلام ما كانش هيك، الصحابة ما كانوش هيك، الأئمة ال4 ما كانوش هيك، وال5 وال8 وال9 بما فيهم الإمام حتى ابن حزم ما كانوش هيك أبدا أبدا. كانوا متواضعين مدركين لنسبيتهم التي لا يريد الأصولي طبعا بجهله وغروره وسطحيته وشكلانيته أن يدركها، لا يريد أن يدرك هذه النسبية، هو كافر بها، هو كافر بها أيها الإخوة والأخوات. قبل أن نستتلي أحب أن أشير حتى لا أنسى إلى أننا حين نريد أن نناهض أصولية ما، نقاوم ما، نكامع أصولية ما، لا ينبغي أن نتورط أيها الإخوة في تأجيج نارها، في إذكاء نارها وأوارها. كيف نذكي نار هذه الأصولية حين نقاومها ونعارضها بأصولية مثلها؟ مستحيل. وهذا الذي يحصل، على فكرة هذا الذي يحصل في ديار المسلمين اليوم والعرب، وهم لا يعون هذه الحقيقة، يحاربون أصولية بأصولية، يعني أصولية شيعية يحاربونها بأصولية سنية وهابية على جهة الخصوص. يعني ما ينفعش. هذا سيذبحنا، هذا سيحطمنا، هذا سيدمر الجميع، سيخسر فيه الجميع. للأسف الذين يدعون أنهم يريدون استرداد الإسلام، لأن الإسلام كما أقول ويقول غيري مختطف مخطوف، يريدون استرداد الإسلام الطائفي، الإسلام الضيق المذهبي، مش الإسلام العام الشامل الوسيع المنداح. أحبتي إخواني